حبيبي أتمنى تكونوا بألف خير ورحب بيكم من تاني وفيديو جديد من فيديوهات قناتي Everyday with نوال. النهاردة هنعمل سوا أحلى طبق شاورما. الشاورما دي هنحتاج لعمل تتبيلة الدجاج المكونة من 3 فصوص من الثوم المبشور، ولملعقة من الزنجبيل الطري، شوية ملح، شوية فلفل أسود، شوية فلفل أحمر أو بابريكا، شوية كركم. وهخلط العناصر دي كلها بشوية يوجurt طبيعي أو زبادي، حوالي 4 معالق من الزبادي. هخلط المكونات دي كلها على بعض وهضيف إليها عصير نصف ليمونة، ومن تاني همزج العناصر دي كلها على بعضها. هجيب قطع الدجاج بعد ما نظفتها. انا هنا هستعمل الورك، انتوا تستعملوا اي شيء متوفر عندكم، اي قطعة من الدجاج متوفرة عندكم زي الصدور او الافخاذ او اي قطعة اخرى. هخلط العناصر دي مع بعضها وابتدي اتكها بشوكة علشان تتشرب التتبيلة ويجي طعمها احلى. هغطي قطع الدجاج دي ببلاستيك وحطها في التلاجة على الأقل 4 ساعات. وهبتدي في تحضير رغيف العيش. هحتاج لكمية نصف كيلو دقيق، هنخله علشان أدخل فيه كمية من الهواء، وعشان لو كان فيه حاجة تطلع معايا بالغربال. هضيف إليها شوية ملح، شوية سكر، شوية خميرة خبز، و3 إلى 4 معالق زيت زيتون. هخلط العناصر دي وابتدي أصب المية الدافية علشان الحصول على عجين متماسك لكن جد رخو. وهاخد العجين ده وانزله على الرخام. طبعا المكان ده معقم جيدا، وابتدي ادلكه لمدة على الاقل 10 دقائق. العجين زي ما انتوا شايفين هو مرن وجد رخو، وده سر الحصول على رغيف الشاورما بطريقة جد ناجحة.
زي ما انتوا هتشوفوا يعني الرغيف ده سهل جدا تحضيره في البيت، وما بياخدش وقت كتير ولا اي مجهود. هحط العجين ده في اناء وهتركه يختمر لمدة 20 دقيقة او لغاية ما يتضاعف حجمه. بعدين هنزله على سطح العمل من تاني. السطح ده هكون رش عليه شوية دقيق، وهقسمه لأجزاء صغيرة علشان أعمل منها كويرات. الأجزاء دي هاخد واحدة بواحدة وابتدي بعمل كويرات صغيرة. أسطح الكويرات دي واتركها تختمر من تاني لمدة 10 إلى 15 دقيقة. بعد المدة دي هاخد الكويرات دي وابتدي اسطحها للحصول على عجين سمكه رفيع. وبنفس الطريقة هعمل الكرة التانية. أبسطها بإيدي وأرش كمية من الدقيق علشان العجين ما يلزقش، وأبتدي أبسطها جيدا. لازم سمك العجين يكون رفيع، وأواصل نفس الطريقة مع بقية الكريات. كمية العجين دي ادتني حوالي 8 كريات. بعد ذلك هسخن مقلاة فوق نار معتدلة، وهنزل أول دائرة من العجين. أول ما أحطها على المقلاة وتبتدي تتماسك أقلبها، وده سر نجاح وانتفاخ الرغيف. لازم أقلب الرغيف كل 3 ثواني. زي ما انتوا شايفين الرغيف ابتدى ينتفخ. هقلبه من تاني.
وانتبه اني ما اعملش اي ثقب في العجين والبخار كله يفضل جوه، وده سر نجاح وانتفاخ رغيف الشاورما. بعد ذلك هطلع الدجاج من الثلاجة وهضيف إليه رشة من الهيل ورشة من جوزة الطيب. التوابل دي بتكون قوية، علشان كده أنا هضيفها للآخر، وهترك الدجاج ده على جنب علشان ياخد درجة حرارة المطبخ. زي ما انتوا شايفين هاخد بصلاية وهحط عليها أسياخ من الخشب، وابتدي انزل قطع الدجاج المتبلة فوق بعضيها كده، البصلة دي انا حطيتها في اناء قابل للدخول او صينية قابلة للدخول للفرن، وجنبها هحط اناء تاني فيه شوية مية، هنزل فيه عود من القرفة، شوية فلفل اسود وشوية قرنفل. المية دي لما تتبخر في الفرن هتساعد على انه الشاورما تاخد طراوة وتاخد نكهة وما تجيش ناشفة. هدخل الصينية دي على فرن درجة حرارة 375 درجة لمدة ساعة ونصف. في نصف المدة دي الشاورما هتكون اخدت لون من برا واتحمرت، وعلشان اضمن انها استوت من الداخل هلفها بورق الالومنيوم وخليها في الفرن المدة المتبقية اللي هي 45 دقيقة. زي ما انتوا شايفين ده الشكل النهائي لما طلعتها من الفرن، وابتدي اقطعها قطع صغيرة واعمل منها سندويتشات بالعيش اللي انا حضرته. وعلى العيش ده هحط صلصة التومية المعمولة من المايونيز، الفلفل الاسود، عصير الليمون، وطبعا التوم المدقوق، توم طري مدقوق، ولو عندنا صلصة الطحينة. هنخلط ده كله وهحطه على العيش، وهحط عليه قطع من دجاج الشاورما وألفه على شكل ساندويتش، وهحطه على آلة البانيني. ولو ما عندناش الآلة دي يمكن استعمال مقلاة. وكده هنكون حضرنا أحلى طبق شامي. أتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بتحضيره. لو عاوزين أنزل لكم فيديو على طريقة تحضير الشاورما باللحمة، هو طبق يوناني يسمى باليورو، ابعتولي على الكومنت. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.